فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وإياكم بسم الله وعلى بركة الله، ونحمده حمدا كثيرا على توفيقه، والصلاة والسلام على رسوله محمد النبي صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بعد غياب لأكثر من 43 عام، مونديال الخليج العربي يعود إلى بلاد دجلة والفرات وبملتقى شط العرب بين ذراعي الفراهيد والسياب وبذكريات بغداد 79. ها هم أبناء الخليج في العراق، في البصرة الفيحاء، هنا عند شط العرب وباسقة النخيل وبعيون كل أبناء الخليج. نعم، 8 دول العراق وابناء الخليج وتين واحد وقلب واحد. اي نعم، طبعا من خلال مباراة اليوم، المباراة الافتتاحية لبطولة خليج 25، العراق وعمان من أرض العراق، من أرض البصرة، من ملعبها جذع النخلة، ملعب البصرة الدولي. أهلا وسهلا ومرحبا بكل الأشقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بالشيوخ، بالأمراء، أهلا وسهلا كذلك برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينيو، وكذلك كل الحضور، كل الجماهير، كل من يتابع مباراة اليوم. وخليجنا واحد من خلال كذلك هو حاضرا من خلال مباراة اليوم. الرؤساء، وهنا التسديدة وكرة أبعدت من إبراهيم، كرة باش اللي سددها، ولكن أبعدت من إبراهيم المخيني، أبعد الكرة. وبالتالي ودعما لهذه البطولة كلنا خليج والكل مروة تقدم. وبعد ذلك الكرة العرضية، ولكنها سأتحدث عن حكم المباراة. كرة ملعوبة عالية تبعد بعد والتمرير، والكرة العرضية عن طريق لمصلحة منتخبنا، الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، ولكن درغام اسماعيل أرسلها للأمام. الكرة الراسخة العماني الذي يحاول ويعمل على المرتدات، يعمل التوفيق من خلال هذه النسخة. هجوم الآن للمنتخب العماني. هذه الكرة أرسلها لأيمن وتبعد، كرة فيها صافرة وفيها خطأ. حي الله الخليج بداره هنا، منهم احنا صرنا وهم منا، اهل للديره والدار، واحنا اللي بيها خطان. مرور ممتاز مع المنتخب العماني، كرة العرضية تبعد عن درغام، حاول التقدم بالمرور، ربما صافرة وخطأ، خطأ لمصلحة المنتخب العراقي، خطأ لمنتخبنا لدرغام. هنا إبراهيم، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، هجوم، الكرة مقطوعة بشكل ممتاز. بالمجموعة الأولى التي تضم كذلك المنتخب علي مر وتقدم، وبعد ذلك وصلت لجلال بحرين حسين عمار. المجموعة الثانية ستقام في ملعب الميناء الأولمبي من الأمام لحسين عمار، كرة مقطوعة وإلى 25. أهلا وسهلا ومرحبا بالمنفذ رمية التماس داخل منطقة الجزاء، ولكنها تبعد. المنتخب العماني بدأ يحاول، وأمجد الحارثي، كرة العرضية علي الفاز، وقت المحتسب بدل عن الضائع 5 دقائق. الدافع الراحل أحمد رابي رحمه الله من الراسية عن طريق أيمن حسين، ولكن الكرة بعد ذلك مرت إلى خارج أرضية الملعب داخل منطقة الجزاء، والتسديد، ولكن جيلان. نعم، الكرة كانت ضعيفة ولكنها كانت باتجاه الزاوية البعيد. يحاول والضغط والهجوم لعمان، هجوم لمصلحة المنتخب العماني. وأرشد العلوي لاعب نادي الكويتي مستوى. هجوم لعمان، تسديده، ولكن سين هجوم دايش لأيمن على التنفيذ، تنفذ الكرة داخل منطقة. الكرة ملعوبة لمصلحة منتخبنا، تبعد مبارك كانوا
للمنتخب العماني. كانوا اللي اعتزل اللعب بالسلامة لحسين. العلوي يحاول داخل منطقة الجزاء، خطيرة. العماري أمير بخروج على ما اعتقد حسين عمار. جهة اليمين، هجوم الآن لشيركو كريم. شيركو لاعب نادي المرخية، أرسلها عالية أيمن بضربة رأسية. تبلات جميلة إبراهيم بايس، ولكن مدافع المنتخب العماني. تبقى المحاولة، هذا أرشد. هنا الكرة العرضية عالية أيمن. خطيرة للعراق، هذه جابها من الغيم، جابها من الغيم أيمن. كرة عالية أيمن يحاول، كذلك عماد جاسم. شاكر محمود، هذه خاطئة من دفاعاتنا. وبالتالي 88 في السعودية. هنا تسديدة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذه من أخطر الكرات للمنتخب العماني، هذه من أخطر الكرات لمصلحة المنتخب العماني. تسديد. التمرير الآن آلاي سدد، خطيرة. الله على آلاي، الله. هجوم شيركو، ولكن مباراة درغام. الله، كيف ما دخلت هذه الكرة. هي شكلها باين انها مش كويسه. انا عايزك تخلي بالك يا صاحبي، وعايز اقول لك على حاجه ثانيه. انا ممكن اجيبها لك سكه بالله. بص يا اسلام، اقول لك دي خطيبتي وواثق فيها 100%، ومش هينفع اللي انت قلته اصلا، ان مش داخل ذمتي في حاجه يا عم. ولو جبت لك سكه هتعرف اعرف اجيبها لك. اقول لك ايه، تديني رقم واجيبها لك سكه واتصل بيك وتيجي تشوف بعينك. بس لو ما جبتهاش والكلام اللي بتقوله ده غلط، هيحصل واحده جامده بيني وبينك. خلصة مستنظر مني الحاجة ديت هوريها لك بعينك. تمام؟ ماشي. عايز حاجة؟ الو يا جماعة،